صباح الخير يا جماعة. لو فاكرين انا اللي عملت الفيديو بتاع امبارح بتاع سامح نور، بس نسيت اقول لكم على حاجة مهمة جدا. امبارح انا بعمل الفيديو نسيت اقول لكم ان على ميار بالبلاوي دي ولا وات ايفر هيز نيم، الست اللي بجد والله العظيم الناس دي يعني رضينا انها بتعمل برنامج ديني وحاطه ميك اب، فول ميك اب، لا فول ميك اب ايه، لا ميك اب بطريقه تستفز. يعني انا مش معترضه انك تحطي ميك اب، حطي ميك اب وحلي نفسك وكل حاجه، مفيش اي مشكله، بس بتبقى في برنامج ديني وعامله الميك اب ده اول حاجه. طبعا الموضوع غلط، يعني ملوش لازمه خالص انك تتفرج على البرنامج الديني. واحده حتى كل الشيوخ اللي بيجوا مع الناس اللي هم بتحطوا ميك اب صارخ وعاملين اللي هم عاملين فيهم ده وبيقعد معاهم وبيتكلم في الدين، انا ما بعترفش بيه كشيخ، لان انا كشيخه وعارفه ديني هقول لها طب قللي من الميك اب، يعني حطي ميك اب بس يعني بالمعقول. يعني انت مش طالعه تقعدي تعرضي في كباريه، ده انت طالعه في قناه او برنامج ديني تتكلمي في الدين. طب انا اتقبل منك الدين ازاي وانت عامله وانت بالمنظر ده؟ الدكتوره حلوه الدكتوره دي، صح؟ حلوه الدكتوره دي، بعد ما كانت ممثلة إغراء وممثلة عري وممثلة إباحة وأي دور بتاخده. لو دكتورة مش هعمل كده، وفجأة بقت دكتورة، وفجأة بقى يقابلوها في البرنامج يا دكتورة مش عارفة دكتورة من أنهي حتة، واخدة الدكتورة من أنهي حتة، مش عارفة والله مش عارفة واخدة الدكتوراه منين. أنا عايزة حد يقول لي، مش عايزة أقول الكلمة دي على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على التيك توك عشان عيب يعني، بس واحدة من افجر الممثلين اللي كانوا يمثلوا على الساحه، ما بتعملش الا الاثاره والاباحه والقذاره، وفجاه بقيتي متدينه وشيخه ودكتوره كمان ودكتوره. يعني اوكي عدي اللي بقى دكتوره منين؟ دكتوره خدتي الدكتوراه من انهي كباريه؟ مش عارفه، يعني انا ما اعرفش انت خدتيه من انهي كباريه عشان نبقى عارفين برضو انه سبجكت انت خدتي الدكتوراه فيها يعني. فاللي انتوا بتعملوه على الفيسبوك ده ولا على الميديا بجد والله العظيم اباحه لنا، اباحه للشعب المصري. انتوا عارفين انتوا بتعملوا فينا ايه؟ بتنشروا غسيلنا الوسخ للعالم العربي كله، لان مش مصر بس اللي بيتفرجوا عليكم، ده العالم العربي كله. فبهدلتونا في العالم العربي، وسختونا، بوظتونا، خليتوا شكلنا وحش. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتهببوه ده؟ امال بقى ما كنتيش دكتوره وبيقولوا عليك دكتوره كنت عملتي ايه؟ امال الجهله بس انت الجهله ايه يعملوا ايه؟ مش فاهمه. امال بتعيبوا على الناس اللي بيطلعوا على التيك توك ويعرروا ويعملوا ويسووا؟ ما انتوا نفسهم، انتوا نفس الحكايه بالظبط بس بطريقه مختلفه. فبليز يعني ارحمونا وسيبونا في حالنا واقفلوا بيوتكم عليكم وخلوا مشاكلكم لنفسكم وتخانقوا زي ما انتوا عايزين وتحاكموا زي ما انتوا عايزين وعلقوا زي ما انتوا عايزين لبعض في التليفونات. انسوا الميديا دي خالص. حاجات فاتت من 23 سنه بجد تتكلموا عنها دلوقتي ليه؟ الموضوع انتهى وخلص والناس نسيته من زمان، ولا عشان كل واحده ما لقت فلوسها قلت شويه، يا عيني المليون قلوا شويه فبتزعل طبعا. لا المليون قل مش هتعرف تعيش كده، فبيطلعوا يبقوا ترند عشان يكملوا المليون تاني. مش المليون بقى دلوقتي، مش انا ما بتكلمش على المليون جنيه على فكره، بتكلم على المليون دولار. فيعني ايه اللي بتعملوه فينا ده؟ ايه اللي بتعملوه؟ نفسي افتح الفيسبوك ولا التيك توك ولا اليوتيوب ولا حاجه في الممثلين بيقول حاجه محترمه ولا مش عارفه اجيبها ازاي، بس ارحمونا بجد والله ارحمونا. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الناس الزباله دي؟ والله العظيم انا جسمي وجعني منكم، انا بقيت ما بقتش بقول ان انا مصريه خالص منكم. اتكنوا بقى شويه، اتكنوا، كفايه اللي معاكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم والله. انا عايزه لو حد هيسمع الفيديو ده يا ريت ينصحني او يبعت لي يقول لي على واحد شيخ محترم، شيخ من بتوع زمان قوي، كنا بنروح للكتاب واحنا عيال صغيرين وكانوا بيبعتوا لنا الكتاب كده. عند الشيخ مثلا الشيخ سيد، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد، الشيخ اللي هي بتاعت زمان دي، عارفينهم؟ اللي كانوا بيدوا القران من غير اتعاب. احنا كنا بنروح والله العظيم ان ما كانش مامتنا بتدفع فلوس لهم، لانهم كانوا بيعلمونا القران لله. يعني هم بيعملوه لله. انا مش عايزه واحد يعملها لله ولا اي حاجه، والله العظيم ما بطلب حد يعملها لله، بس انا طبعا كله لله، بس انا عايزه شيخ اخد منه المعلومه. اول حاجه معلومه صح، تاني حاجه بدون مقابل.
يعني كل الشيوخ اللي بيطلعوا في البرامج الدينيه دي اللي هم رجل لهم مدير اعمالهم اللي بيتفق معاهم على الاجر، وبيعترضوا على الاجر وبيعلوا اجرهم، وبيعملوا تيك توك وبيعملوا فيسبوك وبيعملوا يوتيوب. كل ده عشان ايه؟ مش عشان يوصل لي المعلومه، لانه هو اصلا بيوصل لي معلومه غلط anyway. يعني اكتر الشيوخ بيوصلوا مع المعلومات غلط، وخصوصا الشيخ محمد ابو بكر. يعني ده شيخ احا، يعني سوري في اللفظ والله العظيم ما تزعلوش مني، بس ده بيقول حاجات مش موجوده في القران اصلا. يعني هو متخيل ان هو شيخ بيوصل المعلومه الصح، بس هو مش شيخ خالص. فكل الشيوخ اللي على كلهم انا ما لقيتش شيخ منهم محترم اخد منه معلومه صح. فلو حد يعرف طريق اي شيخ محترم، لان انا في كتير اسئله عايزه اعرفها وبحب اعرف كتير عن ديني، بس ما فيش شيخ اعرف منه اي معلومات عن ديني. ما فيش شيخ محترم، مش لاقي شيخ محترم. فلو حد يعرف طريق اي شيخ يبعت لي بس رقمه، بليز يبعت لي رقمه ضروري، عشان نفسي اتواصل مع شيخ يكون شيخ بجد. وتشكروا لو عرضت فيها الموضوع ده. شكرا.